السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرف. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. ازيكم يا شباب، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله ده أول فيديو من سلسلة اللي وعدناكم بيها، واللي هنشرح فيها برمجة أو إنشاء تطبيقات الموبايل بفلاتر. تعالوا نشوف إيه اللي إحنا هنتعلمه في الكورس ده. إحنا هنتعلم في الكورس دوت، هنتعلم لغة دارت، ودي اللغة اللي هنستخدمها في إنشاء تطبيقات الموبايل. تمام. وهنتعلم OOP. تمام. هنتعلم فلاتر فريم ورك، هنتعلم فلاتر، هنتعلم الجيت والجيت هاب، هنتعلم السيت مانجمنت، هنتعلم الانيميشن، هنتعلم اي بي اي، هنتعلم فاير بيز، هنتعلم جوجل بلاي. تعال نبص على محتوى الكورس بتاعنا. اول حاجه عندي انترودكشن بسيطه، هنعرف يعني ايه بروجرامنج، ويعني ايه سوفت وير، ويعني ايه هاردوير. هنتعرف يعني ايه نيتيف، ويعني ايه كروس بلاتفورم، وهنعمل مقارنه بسيطه بين النيتيف وبين الكروس بلاتفورم. هتعلم دارت، وهتعلم فيها الداتا تايب والاوبريشن والفاريبل والفاينل واللوب والنل سيفتي والكوليكشن داتا تايب، وهتعلم الفانكشن وهكذا. وهتعلم او بي، هتعلم الهيرتنس والسوبر والابستراكشن والانترفيس والبوليمورفيزم، وهتعلم الاسynchronous بروجرامنج والاكستنشن. هتعلم فلاتر، وهتعلم فيها ستارت فلاتر فريم ورك، هتعلم السيت اب انفايرمنت وانترودكشن تو فلاتر، هتعلم فلاتر فيرست بروجكت، هنتعلم الويدجتس، هنتعلم الستيتلس والستيتفول ويدجت، هنتعلم الران اب والسكافولد والاب بار والتكست والكونتينر والايكون والايمج والبوتوم والكولم والرو وهكذا. هتعلم كل حاجه في فلاتر في الليست فيو، وهتعلم السناك بار. الحاجات دي كلها هتعلمها، ما تقلقش منها خالص. هنتعلم ايه تاني؟ هنتعلم فلاتر بروجكت. هنعمل ايه؟ هنعمل سبلاش سكرين، الانيميشن، هنتعلم الباكج. تمام. هتعلم التعامل مع الصور. تمام. هتعلم السناك بار، هتعلم اللوكال داتابيز مثل الهايف، ازاي نستخدم، ازاي نعمل لوكال، ازاي نعمل لوكال داتابيز. هتعلم السيت مانجمنت، هنعرف الفرق بين البلوك والكيوبيت، وهنعرف يعني ايه البلوك بروفايدر والبلوك بيلدر والليسنر والبلوك كونسيومر. تمام. هنتعلم امتى نستخدم الكيوبيت وامتى نستخدم البلوك. تمام. هنتعلم الشورد بريفرنس، هنتعلم اي بي اي انتجريشن، هنتعلم التعامل مع البوست مان، هتعلم الديو باكج اسمها الديو، ده من خلالها بتعرف تتعامل مع الاي بي اي او الداتا الخارجيه او السيرفر. تمام. هتعلم فلاتر بيلدر، الايرور، هنتعلم السيت مانجمنت ويز الاي بي اي، هنتعلم الكلين اركتكتشر، هنتعلم فلاتر مابس، هنتعلم اد بيمنت جيت واي، هنتعلم فاير بيز، انتروداكشن تو فاير بيز، اد تو فاير بيز، ازاي نضيف الفاير بيز، ازاي نعمل فاير بيز اوثنتيكيشن، ازاي نعمل كلاود فاير بيز، والفاير بيز ستورج والفاير بيز ستورج. تمام. الكلام ده كله كلام سهل، ما تخافش من حاجه. بعرفك بس احنا هندرس ايه في الكورس دوت. ان شاء الله هيكون كورس دسم جدا، هننتقل من خلاله مراحل. يعني احنا هنتعلم الدارت، وبعدين الدارت فلاتر، وبعدين بقى الاي بي اي والكلام ده كله والاو بي وجيت وجيت هاب ومش عارف ايه. وفي الاخر هيكون في مشروع هنعمله، هوريك المشروع ده هنعمل ايه في الاخر بقى اللي انت اتعلمته كله. يعني وده كله في كورس واحد مش منفصلين. حلاوه البلاي ليست ديت، البلاي ليست ديت هتكون ان انت ماشي بالتدريج، واللي بتاخده بتستخدمه بعدين. يعني انت اتعلمت حاجه النهارده هنستخدمها بكره، اتعلمت حاجه النهارده هنستخدمها بعده، وهكذا. لعند ما تلاقي نفسك عامل مشروع في الاخر، وظفت اللي انت اتعلمته كله وعامل مشروع كويس واتعلمت فيه كل حاجه، ومن هنا تكون الانطلاقه ليك ان شاء الله. تعالى اول حاجه عندي نعرف يعني ايه بروجرامنج لانجويج. تمام. ايه هي لغه البرمجه؟ لغه البرمجه هي مجموعه من الاوامر تكتب وفق قواعد تحدد بواسطه لغه البرمجه. يعني ايه الكلام دوت؟ الكلام ده بيقول لك ان لغه البرمجه هي مجموعه من الاوامر. زي مثلا احنا هنا لو جينا في المثال اللي تحت دوت، آه احنا عندنا اصلا لغات البرمجه. قبل ما نتكلم عن ايه لغه برمجه، لغات البرمجه عندنا قسمين. حاجه بتصنف اللي هي الهاي ليفل لانجوج واللو ليفل لانجوج. تمام. الهاي ليفل لانجوج دي زي لغات الدارت اللي احنا هندرسها، زي الجافا، زي الكوتلين. اللغات دي كلها اللي احنا من السهل ان احنا نفهمها ونتعامل معاها. تمام. اما اللو ليفل ديت بقى اللي هي لغه الماشين ليرنينج، اللي هي الصفر والواحد اللي هي الكمبيوتر بيفهمها.
ده بيقول لك ان انت لغه البرمجه هي مجموعه من الاوامر، بكتب اوامر، تمام، وفق قواعد تحدد بواسطه لغه برمجه، وفق قواعد تحدد بواسطه لغه برمجه، ومن ثم تمر هذه الاوامر بعده مراحل الى ان تنفذ على جهاز الحاسوب. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني انا عندما بكتب اللغه بتاعتي، بكتب الاوامر بتاعتي عادي، في حاجه عندي في النص موجوده بيني وبين جهاز الكمبيوتر اسمها الكومبايلر. الكومبايلر دوت بياخد الكود بتاعي ويحوله للماشين ليرنينج اللي هي الصفر والواحد عشان الكمبيوتر يفهمها وينفذ الاوامر بتاعتي. تمام. لو جينا بصينا لمصطلح تاني عندي، ايه هو الموبايل ابلكيشن؟ الموبايل ابلكيشن دوت هو التطبيق بتاعي، زي مثلا انستجرام او فيسبوك او اي حاجه، اي تطبيق موبايل، تمام، سواء اي او اس او اندرويد. طب ماشي، انا عندي لو عايز اعمل انا تطبيق، لو عايز اعمل، او انا لو عايز انشئ تطبيق موبايل، تمام، هنتكلم دلوقتي على الاندرويد مثلا. عندي ثلاث طرق عشان اتعلم بيها او انشئ بيها تطبيق موبايل. عندي طريقه اسمها طريقه النيتف، وفي الرياكت نيتف، وفي الكروس بلاتفورم. تعال نمسك واحده واحده. النيتف ديت هي انا بتعلم لغه زي الجافا، من خلالها بقدر انشئ موبايل ابلكيشن، تمام. طب الرياكت نيتف بتعلم لغه الجافا سكريبت. الجافا سكريبت بتنشئ لي موبايل ابلكيشن، بتنشئ لي موبايل للاي او اس والاندرويد. اما في النيتف، بس النيتف الكوتلين بتعمل لي موبايل ابلكيشن للاندرويد. اما لو عايز اعمل اما لو عايز انشئ موبايل للاي او اس هتعلم لغه السويفت، تمام. الكروس بلاتفورم، وهي ان انا بكتب كود واحد بينشئ لي موبايل ابلكيشن بيشتغل على جميع المنصات. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني انا مثلا، احنا هنا في فلاتر مثلا، فلاتر بكتب كود واحد بيعمل لي برنامج يشتغل على الاندرويد وعلى الاي او اس وعلى سطح المكتب وعلى الويب ابلكيشن واللينكس والماك وعلى كله. دي اسمها الكروس بلاتفورم. في اللي هي الفلاتر، وفي الكوتلين مالتي بلاتفورم، تمام. الاثنين بيعتبروا الاثنين بينشئوا لك كود يشتغل على جميع المنصات. ايه هو فلاتر؟ فلاتر هو اطار عمل مفتوح المصدر لواجهه المستخدم طورته جوجل، ويتيح المطورين بناء تطبيقات جوال ويب. يعني من الاخر زي اللي احنا قلناه، بيقول لك في الاخر ايه؟ ان هو انت من خلال الفلاتر تقدر تنشئ كود ينشئ لك موبايل، ينشئ لك ابلكيشن يشتغل على الاندرويد والاي او اس واللينكس والويندوز والماك وهكذا. الادفانسد اوف فلاتر، يعني ايه مميزات فلاتر؟ مميزات فلاتر ان هو سنجل كود بيز فور اول بلاتفورم. يعني انت بتنشئ بكود واحد بتعمل تطبيق يشتغل على جميع المنصات، اللي هي بيوفر لك وقت الديفلوبمنت او التطوير. ان هو النيتف لايك بلاتفورم، ان هو مشابه تماما للنيتف. ان هو باور فول كوميونتي، مجتمع قوي. يعني انت بتلاقي دعم دايما في اي حاجه، بتلاقي ليها دعم وحلول، تمام. عندك خاصيه مهمه جدا هي الهوت ريلود والهوت ريستارت. احنا لما كنا بنيجي نشتغل في النيتف، طبعا وانت شغال عشان تيجي يعني مثلا انا جيت اعمل مثلا زرار او صوره او ايكون عشان تظهر على الموبايل اللي انا بعمل عليه، لازم بعيد بناء التطبيق تاني. اما في فلاتر انت بتضغط كنترول اس بيسمع على طول على الديفايس اللي معاك التغيير على طول، تمام. دي خاصيه مهمه جدا وحاجه من مميزات اللي فلاتر بتنفرد بيها. تعال نشوف بقى الاي دي اي اللي احنا هنشتغل بيه. احنا عندنا ثلاث برامج ممكن تشتغل بيهم. عندك الاندرويد ستوديو، وعندك انتليجي، وعندك الفي اس كود. انا بصراحه بفضل الاندرويد ستوديو، تمام. لان انا اصلا اتعلمت عليه واشتغلت عليه على طول. فانا اشتغلت على الثلاثه طبعا، انا شغال على انتليجي واشتغلت على في اس كود. بس بصراحه يعني اكتر حاجه برتاح فيها هو الاندرويد ستوديو. عشان كده احنا هنشتغل على اندرويد ستوديو، والناس اللي عايزه تشتغل على اي حاجه تانية مش في مشكله خالص، طالما هتعرف تتعامل وتشتغل اتوكل على الله، ما فيش مشكله خالص، تمام. تعالى بقى هنا بقى ايه ده المشروع اللي احنا هنعمله؟ هنعمل مشروع في الاخر هو اسمه تو دو اب ليست. ده بيضيف لك تاسكات معينه، هنستخدم فيه الاي بي اي والاو بي والكلام اللي احنا اتعلمناه كله، هنطبقه في المشروع دوت. عباره عن نوتس، عباره عن تاسكات، تمام. وهكذا. مشروع هيكون كويس، هنستخدم فيه الدارك واللايت. يعني خلي مثلا لو انت عايز تعمل، هنستخدم فيه حاجات كتير يعني، تمام. تمام. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، وفي الفيديو اللي جاي
هنتعلم ازاي نعمل سيت اب للاندرويد ستوديو بتاعنا، ونجهز بيئه العمل ونشتغل ان شاء الله على طول. هسيب رابط قناه التليجرام اسفل الوصف، ورابط جيت هاب، ورابط لينكد ان. هنشترك في قناه التليجرام عشان لما انزل اساينمنت او اي حاجه هناك تحلها وتتابعها وتعملها. واشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.